السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وأصحاب رجالة الأهلي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة وزي كل يوم معانا إن شاء الله شوية أخبار هتعجبكم. قبل ما نروح لأخبارنا النهاردة حابب أفكركم زي كل يوم بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم بكل جديد، اللايك التمام. يلا بينا على أول خبر. الأهلي ذا ماستر أوف سسبنس. الأهلي يفوز على البنك 2-1 في اللحظات الأخيرة، يعزز صدارته للدوري والحسم الجولة القادمة أمام فاركو. بيراميدز يفوز على بتروجيت بثنائية نظيفة، وسيراميكا يكتسح المصري برباعية نظيفة. الأهلي يحصل على توقيع حامد حمدان اللاعب الفلسطيني على عقود رغبة. الفتح السعودي بيجهز عرض رسمي للنادي الاهلي شراء إليو ديانج في حالة بقائه في الدوري السعودي. نادي غزل المحلة يعلن تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق خلفا لبابا فاسيليو. شركة الاهلي لكرة القدم تعلن عن التعاقد مع مجموعة قصراوي جيتور في احتفالية الثلاثاء. الزمالك يسعى للتعاقد مع فوزي الحناوي ظهير ايسر حرس الحدود واحد ابناء قطاع الناشئين بالنادي الاهلي سابقا. المارد الاحمر يدق حصون 100 عقبة. الماتادورز يكتسحون الزمالك بلا رحمة بثالث مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة، ويتقدموا في السلسلة 2-1 ليفصلهم فوز وحيد عن حسم السلسلة والعبور إلى النهائي. هدف لاعبنا أشرف بن شرقي في شباك سيراميكا كليوباترا يحصل على جائزة الأفضل في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري. إمام عاشور مع الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم سجل 12 هدف وأصبح هداف الدوري بالتساوي مع أسامة فيصل، وصنع 7 أكتر من ساهم بالأهداف في الدوري. ومن أخبارنا الطريفة النهاردة هاني سعيد بيقول سيتم تقديم مداخلة طه عزت مع إبراهيم فايق في شكوانا للمحكمة الرياضية لإثبات مجاملة الأهلي بعدم خصم 3 نقاط إضافية مخالفة للوائح. نحن نحق بالفوز بالدوري لإسعاد جماهيرنا بأول دوري في تاريخنا. تقصد يا فندم جماهير الزمالك؟ وبعدين اقرا اللائحة كويس. عمرو الدرديري نصيحة البيراميدز شوفوا لكم شغلانة تانية غير منافسة الأهلي، لأن احنا حاولنا قبلكم وكل حاجة كانت ضدنا. مش هتيجوا انتوا وتعدلوها؟ ما هي مش بتتعدل بالرشاوي يا دردر. ياسين مرعي يصدم ميدو الأهلي حبه في دمي، خلي عندك انت بقى دم يا ميدو. سعيد أنا بطلب بتأجيل تسليم الدوري لحين اللجوء إلى المحكمة الرياضية، ده عندها يا كابتن. وبهنا احبابي واصحاب رجاله الاهلي في كل مكان نكون وصلنا لاخر خبر معانا النهارده. يا رب تكون كل اخبارنا عجبتكم. واحب افكركم قبل ما امشي واسيبكم على الف خير، الاشتراك في القناه، اللايك التمام، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم بكره على الف خير مع اخبار جديده. سلام.